الحلقة هادي غادي ندويو على شنو غادي خصك دير قبل ما تاخد التريد ديالك، علاش غادي خصك تعتمد، وكيفاش غادي دير تعرف هاد التريد هادي، كيفاش غدير توقع السوق واش غيطلع ولا غادي يهبط. فأنا متأكد أنك تكون كتسمع بزاف ديال المفاهيم، كتسمعها اللي خدام بالICT، SMC، order flow، footprint، l'analyse technique، analyse fondamentale، كتكون كتسمع بزاف ديال الأسماء بحال هادو، كتقول كل واحد خدام بشي ميثود. وحتى أنا بغيت نتعلم واحد الميثود اللي نولي خدام بها ونربح بها من السوق. خاصك تعرف باللي ماشي غير أجي وتعلم شي حاجة من هاد الميثود هادو اللي قلت لك، كلهم صعاب وكلهم كياخدو لك الوقت، وكلهم غيخصهم بزاف ديال التجربة وبزاف ديال المحاولات باش يلاه تقدر تضبطهم. أنت كمبتدئ، النصيحة ديالي ليك، ما تعمّرش راسك بهاد الميثود في البداية. كنصحك بحاجة وحدة كواحد يلاه بادي. هاد النصيحة هادي كنت نعطيها لراسي، وصراحة هادشي اللي درت ما درتوش من البداية. كنصحك بأبسط ميثود تكون هي البداية ديالك، ومن بعد عاد غادي دوز تتعلم الحوايج اخرين. أبسط حاجة اللي تقدر تبدا بها انت كتريدر هي السيبور والريزيستانس، اولا بالعربية الدعم والمقاومة. دونك خاصك تكون عارف شنو هو الدعم والمقاومة، كيفاش كيخدم، كيفاش كنطراسيوهم في الشارت، كيفاش كنعتمدوا عليهم باش ناخدو لي تريد ديالنا. دونك الاتجاه ماشي هو سهم واحد كيكون غير طالع اولا غير هابط. السوق ما كيطلعش وكيهبط هكاك. السوق كيتحرك بين جوج حوايج: الضغط ديال الشراء اولا الضغط ديال البيع. الاتجاه كيبان غير ملي واحد فيهم كيكون اقوى والاخر كيكون اضعف. ملي الشرايه كيكونوا هما اللي مسيطرين، يعني الشرايه اكثر من البياعه، فالبخي غادي يطلع. ملي يكون العكس، البياعه اكثر من الشرايه، فالبخي غادي يهبط. بعض الحالات كتكون واحد الحاجه سميتها الرانج. كان واحد الفتره لا الشرايه كيقدروا يفرضوا راسهم ولا البياعه كيقدروا يفرضوا راسهم. هنا السوق كيدخل في واحد الحاله، ما كيطلع ما كيهبط، كيبقى يتحرك في بلاصتو. ففي هاد الحاله هادي الا خديتي فيها التريد، فغادي يكون احتمال انك تخرج خاسر، غادي يكون كبير كبير بزاف. وإلا خرجتي رابح فما غاديش يكون شي ربح اللي كتير. دونك غادي نعطيو مثال بالرانج في هاد الفيديو هذا باش نفهموه. الدعم والمقاومة. الدعم والمقاومة هما واحد الخطوط أولا واحد المناطق اللي السعر فيهم كيتبدل من الشرا للبيع أولا من البيع للشرا. دونك ديك البلاصة كيكون فيها التغيير. شنو غادي دير نتا كتريدر؟ هو غتسنى السوق يوصل لديك البلاصة وغادي تاخد التريد ديالك. الدعم هي واحد المنطقة اللي كيوصل ليها السوق وكيرفض أنه يزيد يهبط وكيرجع يطلع منها. بحال هاد المنطقة هادي اللي أنا رسمت لك في الأحمر، رسمت لكم في الأحمر عفوا. فإن فوا كيوصل ليها السوق فما كيقدرش يزيد يهبط كتر وتيرجع يتقلب. المقاومة هي العكس. المقاومة هي واحد المنطقة اللي اون فوا كيوصل ليها السوق فما كيبقاش قادر يطلع، فتيولي تيهبط، يعني كيتقلب من ديك البلاصة وكيبدا في الهبوط. كيفاش كنديرو نرسمو هاد البلايص هادو؟ فتنجيو الفريم كبير بطبيعة الحال، ماشي فريم صغير. تنجيو ل5 دقايق اولا 15 دقيقة اولا نص ساعة ولا الساعة، وكنشوفوا القمة والقاع اللي داير المارشي هاد النهار، هاد الصباح، البارح، السيمانة اللي دازت. فكنشوفوا هاد القمم وهاد القيعان وكنرسموهم كدعم ومقاومة. كنتسناو السوق يرجع ليهم، باش فوا يرجع ليهم فحنا غادي نشوفوا واش غادي يحترمهم. الا احترموهم فمباشرة غادي ناخدو التريد ديالنا. دونك بحال دابا انا هنايا، دابا المارشي راه ساد، راني في الليل. فشنو اول حاجة هنا غادي نقول؟ اولا هاد البلاصة هادي، هاد الدعم هذا اللي راه ديجا السوق وصل ليه المرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. دونك راه إلا رجع ليه راه مازال كاين احتمال غادي يضرب فيه وغادي يرجع يطلع. مازال احتمال غيجي لهنا وغادي يرجع يطلع. عاوتاني
هاد القمة هادي اللي دار آخر قمة دارها السوق نفس الحاجة فتجي كترسمها، فمن الأفضل أنك ترسمها على شكل زون ماشي على شكل خط، ماشي هكا ترسمها على شكل خط وتولي تاخد هاد الخط بعين الاعتبار، خاص بالأحسن تكون واحد الزون كاملة كبيرة واحد شوية باش نتا كتلاحظ اون فوا تيوصل لهاد الزون هادي كيفاش غادي يتفاعل المارشي، واش غادي يبقى يضرب فيها يضرب فيها يضرب فيها عاد غيهبط اولا غيهرسها نيشان وغيمشي، حيت انه الا هرسها نيشان ومشى كما دار هنايا فراه صافي ما بقاتش صالحة اننا ندخلو منها بايعين. اذا كاين احتمال ان السوق يفتح بالطلوع حتى لهنا ويضرب في هاد البلاصة هادي وغادي يرجع يهبط. دونك الا فحال تما جا من هنا وتمها توصل لهنايا وهرسها صافي ولا تحت منها، فهاديك الساعة نتا شنو غادي دير؟ كاين احتمال تكون دخلتي في الطريق، اون فوا دخلتي غيهبط يضرب لك ستوب دونك غتخرج خاسر. انا خص ضروري تكون عندك ستوب لوز ديالك، وقف الخسارة ديالك، الريسك ماناجمنت اللي دوينا عليه في الفيديو اللي قبل ضروري منه، يعني خرجتي خاسر صافي الله يجعل البركة. فالاحتمال الثاني هو غادي يمشي لاخر سيبور كاين لتحت وغادي يضرب فيه وغادي يرجع اللي هو هذا. دونك يقدر يجي يهبط حتى لهاد البلاصة هادي وغادي يطلع بكل بساطة يضرب هنا وغادي يرجع يطلع عاوتاني. دونك خاصكم تعتمدوا على السيبور والريزيستانس في البداية وتاخدوا بهم لي تريد ديالكم. هادي كنظن هي أبسط ميثود تبدا بها نتا كمبتدئ وتجرب كيفاش تاخد لي تريد ديالك، كيفاش كيفاش تتعلم تحسب النقاط، كيفاش تتعلم فوقاش تخرج فوقاش تدخل تضرب لك ستوب ما تضربش لك ستوب تي بي، تتعلم هاد الشي كامل بهاد الميثود اللي بسيطة. من بعد عاد غادي دوز تعلم الاي سي تي اولا تعلم الاوردر فلو، ديك الساعة عاد تعلم شي حاجة اللي ادفانس شي حاجة اللي متقدمة. فانا بالمناسبة ديجا شارح اي سي تي مسميها اي سي تي بالدارجة، كاينة في لاشين ديالي كاينة بلاي ليست فيها 10 د الحلقات، ولكن انت كمبتدئ فراه ما غتفهم فيه حتى شي حاجة غتجيك معقدة غيجيوك المفاهيم صعاب. داكشي علاش من الأحسن تبدا بهاد الطريقة هادي اللي بسيطة بزاف، ومع الوقت فاش تولف كيفاش تاخد لي تريد وكيفاش تخدم ومهم تولف السوق ديك الساعة عاد خصك تتعلم لشي حاجة اللي متقدمة. إذا قلنا في الأول ديال الفيديو أن كاين واحد الحالة سميتها الرانج، هاد الحالة هادي السوق ما كيطلع ما كيهبط كيبقى كيدور في بلاصتو، غالبا هاد الحالة كتكون في الليل وكتكون حتى في العشية مي الأغلبية كتكون غير في الليل. شنو كيطرا هنا هو أن البياع والشراية بحال كيتساواو في الثمن ما كيكونش بيناتهم واحد الفرق اللي كبير، فهنا السوق ما كيطلع ما كيهبط. دونك هنا إلا دخلتي شتي يهبط في هاد البلاصة هادي هاد هادي تقول غندخل سالي، اون فوا غتدخل سالي غيبقى معلقك غتبقى معلق غير بشوية ما غاديش يخصك دغيا وما غاديش يخرجك من الطريق تبقى معلق يمكن 3 الساعات 4 الساعات وانت معلق في الخسارة. دخلتي باي هنا مثلا فهاد النقطة هادي دخلتي باي كذلك يبقى يدور في بلاصتو ما يربحك ما يخسرك ما يربحك ما يخسرك من 4 د الصباح ولا من 3 ديال الليل حتى ل10 10 ونص ل11 مازال كيدور في بلاصتو ما دار حتى شي حاجة. دونك هاد المنطقة هادي كاملة رانج، فاش كيكون السوق في الرانج فراه ما صالحش نتريديو فيه. من بعد ديجا كيكون السوق يا إما هابط أولا طالع بالجهد، فكيجي واحد اللحظة كيموت على غفلة، هو جاي هابط هابط صافي شوية مات بقى غادي في بلاصتو واحد اللحظة على غفلة تيطرطق. المشكل اللي كيقدر يطرا لك هنا في هاد الرانج هو أن فاش كتكون نتا مقابلو وجالس كتسناه واحد المدة اللي طويلة بزاف، فاشنو كتقول؟ كتقول غادي نتسنى تيهرس المناطق ديال الرانج وغادي ندخل معاه في التريد مباشرة. شنو هما المناطق ديال الرانج؟ غنجيو لهنا فانت كتشوف بلي
هذا هو الrange ديالك اللي عندك. كتقول باللي تيجي تيضرب هنا، تيضرب هنا، تيضرب هنا وتيبقى غادي هاكا، يعني هو range ومحترم واحد البلاصة، فأنت شنو كتقول؟ غير غيوصل لهاد البلاصة الفوق، غيهرسها غيدخل فوق منها، غادي ندخل باي، يوصل لهاد البلاصة لتحت، تحت منها غادي ندخل sell. البلان اللي كيطرا هنا، تكونوا بزاف كتشوفوا واحد الريلزات في انستغرام ولا في تيك توك، تيجي تيرسموا بحال هاد الخطوط هادو، اون فوا تيهرسهم السوق تيولي فوق منهم تيدخلوا ديك الساعة. ف ها هي هرسة هنايا، دخلتي نتا شاري في هاد البوان، شنو وقع؟ بح. ها هي هرسة هنايا، دخلتي نتا بايع هنا على أساس يبقى هابط، هو هابط شوية، شوية هو يتفرقع للفوق. دونك الرانج كيكون عبارة على واحد الفخ، السوق غادي في بلاصة وحدة مكالمي غير بشوية، كيتسناك غير إمتى تدخل في التريد، اون فوا غتدخل في ديك التريد غادي يشحط ليك ستوب لوس في البلاصة. هادشي علاش ينصح اون فوا تشوف المارشي في هاد الحالة هادي بهاد التقالات هادو كاملين، هز يديك وما تدخلش كاع بمرة حتى يجي داك الانفجار على غفلة. غالبا كيجي في لندن ولا في نيويورك. اون فوا غيتحرك السوق مزيان ديك الساعة عاد حاول تقلب على التريد ديالك. ما نساوش أنني دابا كنشرح لكم في فريم كبير في ال5 دقايق. آآ إلا عرفتي الرانج كاين في الفريم الكبير فراه إلا تريديتي في فريم صغير راه عندك الريسك كبير بزاف، والعكس. إلا واحد السيبور ريزيستانس رسمتيه في الفريم الكبير في ال5 دقايق ولا في ال15 دقيقة وصل ليه السوق ورجعتي للدقيقة خديتي التريد ديالك، فراه كون أكيد عندك واحد البوتونسيال كبير أنك غادي تجيب TP، حيتاش الاناليز كدار في الفريمات الكبار. هادي خُدها من عندي كقاعدة ماشي في الدقيقة، أنت ما غاديش ترسم ليا سيبور في الدقيقة، هادي عقل عليها مزيان. السيبور والريزيستانس ترسمهم في ال5 دقايق، في ال15 دقيقة، في الساعة، علاش لا حتى في 4 الساعات. بعد ما ترسمهم في فريم كبير فغادي تجي ديك الساعة غادي دير الدقيقة، وفي الدقيقة غتاخد الدخلة ديالك، حيت أنه السيبور والريزيستانس ديال الفريم الكبير كيتحترم بواحد الشكل هائل، هائل جدًا في الفريم الصغير ديال الدقيقة. دونك خذوا هذيك كقاعدة، ما تنساوش الrisk management راه ضروري منه. حيت أنك إلا دخلتي صفقة بحال هادي ولا بحال هادي وخرجتي خاسر، فراه أحسن أنك تاخدها وما تخرجش خاسر وتبقى في ديك التريد حتى يمشيو ليك فلوسك كلهم. دونك في الحلقة الجاية غادي نشرح لكم كيفاش غادي تصيبوا بلاي باك في نينجا تريدر، كيفاش تقدروا تيليشارجيو الأيام اللي دازو وتريديو فيهم، شهر، شهرين، العام اللي داز، كيفاش تقدروا ديروا هاد الشي كامل وتريديو في الماضي وتتعلموا فيه، باش إن شاء الله فاش توليو تريديو في المستقبل بفلوس حقيقية تكونوا ديجا دوزتو خسائر في الديمو وفي الأيامات اللي دازو يعني في الماضي. هاد الشي غادي يقلل عليكم الماكسيموم ديال الخسائر. دونك الحلقة الجاية إن شاء الله غادي تكون مفيدة بزاف.